معايا سفوف الحنطة السوداء. دونك كما كتشوفوا المقادير معايا غادي نشاهدهم جميع بالتفصيل. وهاد الصفوف هما مميزين بصراحة، ما مداولينش تحت اشراف. ممكن تسالهم حتى لو كان طبيب تغذية او طبيب كيفما كان وغادي تسمعوا النتيجة. دقيق الحنطة السوداء ودقيق الحمص، بصراحة صفوف روعة، مذاق وصحة ونكهات بدون قلي. ما عنديش لا قلي هنا ولا سكر ولا أي شيء مضاف. المهم غادي نبداو. عندي كيلو ديال الحنطة السوداء، دقيق الحنطة السوداء اللي حمرته. فوالا كيكون اللون ديالو هكا بني. ودقيق الحنطة السوداء راه شحال من فيديو درت عليه وتكلمت عليه، دونك فوالا. هنا دقيق الحمص، نصف كيلو خديت حتى هو حمرته. دونك المجموع ما بين كيلو ديال الحنطة السوداء ودقيق الحمص نص كيلو حمرته، دونك كيلو ونصف. الناس اللي كيعانيو من الجلوتين، الناس ديال السكر، هاد هو الصفوف اللي خاصهم يتناولوا. خلينا ناخذ اللوز. عندي اللوز درت كيلو راه ديجا حمرته، ما بقشرته، ما نحيد ليه قشره، ما نقليه، ما حتى حاجه. دونك حمرته. دونك خديت منه واحد تقريبا 300 غرام 400، خليته هكاك بحال نقولوا مهرمش. وهذا غادي نسحقوه حتى يخرج منه الزيت ديالو. دونك قلنا اللوز، من بعد عندنا الزنجلان حتى هو كيلو، خديت منه هاد الكميه تقريبا 300 غرام اللي هي غتبقى هكا صحيحه فيه وراه حمرته. والباقي غادي نسحقو مزيان حتى يخرج منه الزيت ديالو، ستادير مولينيكس بطبيعه الحال باش يخرج لنا الزيت ديالو. دونك قلنا كيلو كاوكاو، باردون، كيلو لوز محمر وكيلو زنجلان. هنا هذا النافع 4 المعالق كبار، حتى هو سخنته شويه وطحنته مزيان وغربلته. دونك 4 المعالق. هنا عندنا حبات حلاوه حتى هي نفس الشيء وطحنتها، دونك 2 معالق كبار. هنا كما كتشوفوا هذه المسكه الحره غادي ندير معلقه صغيره فقط، راني طحنتها. هذه عندي بودور الشيا، خديت واحد تقريبا 2 معالق كبار. هادو بينيون دو بان، هاد زريعات بينيون دو بان اللي خليتها صحيحه. هادو بطبيعه الحال كيتكالوا هكا. هادو هنا عندنا القرفه 4 المعالق كبار. وهذا مسحوق التمر اللي هو غادي يكون عوض السكر. فايت لي درت لكم فيديو عليه. دونك مسحوق السكر، كما كتشوفوا صحي، وهنا غادي نتفاداو السكر. كيبقى الفول السوداني اللي هو كاوكاو، غادي نخليه هو الاخير وتا هو كيلو. ومن بعد غادي نوريكم السر علاش خليته هو الاخير. واحد رشه ملح فقط لتعديل الذوق. وهنا بطبيعه الحال زيت الزيتون من النوع الجيد. غادي نحتاج فقط كاس فقط كنظن. دونك غادي نتابع المراحل وغادي نشاهدوا جميع شحال غنضيفوا ديال الزيت. هادو هما المقادير كامله. وكما قلنا الفول السوداني او الكاوكاو غيبقى هو الاخير. غادي نوريكم، وهنا غتكتشفوا السر علاش خليته هو الاخير. اذا غنبداو على بركه الله. هذا هو الكاوكاو كما شاهدتوا، دونك خليته هو الاخير. اذا هنا غادي نبداو ان شاء الله. غادي نبداو نوضعوا العناصر اللي هي ديجا جاهزه وما غتحتاج لا طحين لا والو، لا زعما ما تدوش في المولينكس. دونك هنا دقيق الحنطه السوداء، دقيق الحمص، اللوز محمر ومهرمش ب... ماشي مهرمش بزاف، دونك خليوه شويه فيه حبات نصف هكذا.
زنجلان محمر الكميه اللي درنا ديجا كلشي واخده فيه كيلو كيلو. هنا بودور الشيا، بينيون دو بان، نافع 4 معالق كبار، حبة حلاوة 2 معالق كبار، قرفة 4 معالق كبار، مسحوق التمر. هنا غادي ندير 5 معالق تقريبا، وفي الاخير غادي نحاول نشوف على حسب الذوق، ممكن نضيف الا خصني على حسب الذوق. واحد رشة ملح فقط. نحاولوا نخلطوا شويه العناصر. هنا كنضيفو المسكه الحره معلقه صغيره. الان غنبداو نطحنوا العناصر اللي هي كتحتاج الطحين. دونك غادي نبداو باللوز كما كتشاهدوا، كنطحنوا حتى تيطلق الزيت ديالو بخاليني بدرجه كيولي هكا سائل. دونك كنستمروا فاش نطحنوا اللوز والزنجلان بهذه الطريقه حتى نكملوا هم كلهم. دونك هنا كملنا اللوز كله و الزنجلان كما كتشاهدوا. غادي كيوليو دايرين طلق لنا الزيت ديالهم مزيان، ونخلطوا مزيان عاد نشوفوا واش خاصنا نزيدوا الزيت ولا لا. وكما قلت لكم الكاوكاو في الاخير غادي نشوفوا حتى هو واش نزيدوا عليه الزيت ولا لا. دونك كنحاولوا نخلطوا العناصر كامله ومن بعد غنكملوا باليد، وغتلاحظوا انها كتخلط بسرعه، ما كتكورش، ما كتحتاجش نبداو ندلكو فيها ولا مجهود، بسهوله كتخلط لينا. خصوصا ما دايراش فيها العسل، ما دايراش السكر، دونك بسهوله ما كتكورش لينا. دونك سفوف صحي 100% للناس اللي كيعانيو من الجلوتين
الناس ديال اللي نعانيو من الداء السكري، وصحي 100%. دونك كما كتشاهدوا كنخلطو بعنايه، ما كنحتاجش نبدا ندلك بزاف، غادي يتخلط ليا مزيان وهنا وغادي على حسب الشكل النهائي غادي نشوف واش غنحتاج نزيد الزيت زيتون ام لا. هاد العناصر اللي كتشوفوا مكور هذاك راه اللوز، ليس ماشي كويرات ديال الدقيق، يعني خليت اللوز صحيح بعض اللوزات كيكونوا صحاح. شاهدوا الان غادي نمروا الى الكاوكاو. علاش خليته هو بالاخير؟ لان الكاوكاو في الاخر كيتجانس، كيعطي واحد المذاق روعه مع هاد الحنطه السوداء. هنا كتشاهدوا غادي ناخذ واحد شويه ديال زريعه الزنجلان واللوز اللي محمرين، وغنضيف عليهم كاس ديال الزيت وغنطحنهم وغنضيفهم في الاخير باش زيت الزيتون كتجي منكهه بهاد اللوز والزنجلان. هكا وغادي نطحنهم. دونك كتشاهدوا الزيت ما ضافش بزاف، زيت الزيتون تكون النوع الجيد. دونك طحناهم هكا كما كتشاهدوا، ونعاودوا نزيدوا نخلطوا مره اخرى. هنا كتبقى هاد النكهه هي الغالبه في الاخير. دونك بعد ما خلطناهم مزيان هنا كتشاهدوا زاد تبدل اللون مره اخرى. والان غنمروا الفول السوداني او الكاوكاو. غادي نخليو النصف ديالو مهرمش ماشي غير كانه مقسوم على اثنين، وواحد الكميه غادي نسحقوها حتى تطلق الزيت ديالها باش تغلب لينا هاد النكهه على هاد السفوف. دونك كما تشاهدوا طروفه كبار ديال الكاوكاو، وشويه شويه هرمشتو كونكاسي كما نقولوا، او مهرمش كتر على الاول، واللي بقى سحقناه مزيان حتى طلق الزيت ديالو. اذا كتبقى هذه طريقه، هذه مرحله نهائيه، وكنجمعوا هاد العناصر وها السفوف ديالنا وجد. ويا ريت تبعوا المراحل. هنا كنصحح الذوق، جاني ناقص شويه السكر، فكنزيد 1/4 حتى 3، او على حسب الذوق ديالكم ديال السكر. هنا غنزيد مسحوق التمر كما قلنا، زدت 4 حتى 5 كنظن. اذا صافي انتهينا المرحله الاخيره، والشكل النهائي كيبقى كيجينا بهذا الشكل على حسب كل وطريقته. وفي الاخر كنضيف واحد فيل ديال العسل الحر من الاعلى، كيعطي واحد النكهه وكيجي روعه. وكنشير بانني ما درتش زرعه الكتان لانها سمعت بانها ما خاصهاش تبقى مده طويله. دونك ها التقديم النهائي، لذة ومنظر وصحي وخالي من ما هو المقليات وما جاورهم، والزبدة والجوزة حتى هي ما نديرهاش لأن هناك تضارب في الآراء واش جائزة وغير جائزة. دونك هاي ما كتشاهدوا المنظر كيوحي بالشكل ديالو. هنا كنعاود بهذه الطريقه هنا، ولسه كيبغوا الزيت بزاف دونك يجي هكذا الشكل. والطريقه الثالثه اللي هي تسمى معكم